بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء الموصل الكرام، إخوتي أخواتي في كل بيت من بيوت نينوى العزيزة، ها نحن اليوم قريبون منكم وأنتم قريبون منا، والنصر قريب بعون الله. أيها الأعزاء في الموصل الحدباء، لقد حررنا كل مدن العراق من عصابة داعش ومحافظتي صلاح الدين والأنبار، وأن الانتصار الكبير سيكتمل قريبا، وسنحتفل بينكم هنا في الموصل، وسنرفع راية العراق وسط مدينة الموصل كما رفعناها في القيارة والشرقاط، وقبلها فوق بيجي وتكريت والرمادي والفلوجة والكثير من المدن والقرى التي عادت إلى حضن العراق وشعبه. ستعود نينوى لأهلها من جميع الأطياف والقوميات والأديان والمذاهب، فقد تعايش العراقيون على أرض الموصل قبل أن تسرق عصابة داعش هذه المدينة وتشوه الحياة والتنوع الديني والفكري والحضاري الذي عرفت به هذه المدينة حين سكنها المسلم والمسيحي والأيزيدي والآشوري والشبكي وكل العراقيين، وقبل أن ترتكب عصابة داعش الإرهابية أبشع جرائم القتل والإبادة والاختطاف الجماعي للنساء والأطفال الأبرياء، وتشهد أقضية ونواحي وقرى نينوى وسهولها وجبالها ووديانها على بشاعة تلك الجرائم الوحشية التي لم يسلم منها أحد. وإذا كانت عصابة داعش حطمت آثار ومساجد وكنائس نينوى لتطمس حضارتها، فإن الإنسان الذي جئنا لتحريره لقادر على أن يبني نينوى من جديد ويعمر ما خربته هذه العصابة المجرمة التي استخفت بالدماء والحرمات وشوهت الإسلام دين المحبة والسلام والتسامح. استعدوا وابشروا يا أهلنا الكرام في الموصل، فقد اقترب الوعد وجاء الحق وزهق الباطل، وقد قررنا وعزمنا على تطهير كل أرض العراق من داعش، وتحقق هذا القرار وهذا الانتصار، وأنتم اليوم أقرب من أي وقت مضى للخلاص من ظلم وجور وبطش داعش. إن العالم ينظر إلى انتصارات القوات العراقية وتضحياتها وبسالتها باحترام وتقدير وإعجاب، وبنفس الهمة والعزيمة والحماسة والثقة بالنصر يتقدم شباب العراق اليوم باتجاه تحرير الموصل، ويضحون بأرواحهم دفاعا عن الإنسان وعن الأرض والعرض والمقدسات. نوصيكم أن تتعاونوا مع قواتكم وأبناء جيشكم العراقي البطل بكل صنوفه وتشكيلاته، كما تعاون إخوتكم معهم في المدن المحررة. يا أبناء الموصل الكرام، اليوم نتقدم وغدا ننتصر معا، ثم نعمل سوية لنعيد الحياة والخدمات والاستقرار إلى كل مدينة وقرية، وسنتعاون لنشر السلام والمحبة والتسامح بين الجميع، ولن يكون للمجرمين مكانا بيننا. فقد آن لنينوى أن تنتصر، وآن للعراقيين جميعا أن يحتفلوا بعراق نظيف من داعش ومن كل فكر ظلامي يزرع الشر والخراب في أرض الرافدين الحبيبة. تحية لشهداء العراق وللجرحى ولكل مقاتل ومجاهد في سبيل تحرير أبناء شعبه ووطنه، وتحية لرجال الموصل ونسائها وشيوخها وأطفالها، وإلى موعد مع النصر الكبير واللقاء القريب بإذن الله وقدرته. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.